فلا أريد أن أطيل الوقوف بين يديكم مع تأتيكم وتحملكم المسؤولية، وأأمل منكم أن تكونوا على قدر المسؤولية في نقل أخباركم وفي درء الفتنة. مشكورين. أولا أنا أحزنني كثيرا ما يحدث في العراق وأتعبني كثيرا، فلا أريد أن أطيل الوقوف بين يديكم مع فائق الاعتذار. لكن بغض النظر عن من بدأ الفتنة بالأمس، أنا أقول الآن أمشي مطأطئ الرأس، وأنا أعتذر للشعب العراقي الذي هو المتضرر الوحيد مما يحدث، وأقولها وبملء الفم أن القاتل والمقتول في النار. القاتل والمقتول في النار. ما أريد أكررها بعد مرة ثانية أو ثالثة، سواء كان البادئ الطرف الأول، الطرف الثاني، الطرف الثالث، هذا ما يفرق عندي أبدا. أن تكون هناك احتجاجات سلمية بالأكفان، بالأيدي، بالقلوب الصافية، بالقلوب المحبة لوطنها، مو تروح تركض على الرصاص وعلى القاذفات وعلى الهوانات. بئست الثورة هذه، بعد شو تريد؟ بئست الثورة. بغض النظر عن من هو البادئ، فهذه الثورة ما دام شابه العنف وشابه القتل فهي ليست بثورة أصلا، ولن أقول بعد الآن إنها ثورة. كما خرجت عن سلميتها ثورة تشرين وانتقدتها، أنا الآن أنتقد ثورة التيار الصدري بعد. المهم لا أنسى الشكر للقوات الأمنية البطلة التي وقفت موقف الحياد مع كل الأطراف. الشكر لأفراد الحشد الشعبي. الحشد الشعبي أفراد ما لهم علاقة، قد يكون قيادات لهم علاقة، بس الأفراد ما لهم علاقة. أدري بهم ما يطلقون طلقة واحدة على أبناء وطنهم. قول له. والشكر للقوات الأمنية والحشد الشعبي وقائد القوات المسلحة أيضا، هم كان وقفته مشرفة. لا تقولوا لي خرج الموقف عن سيطرتنا وأنه العشائر قامت تتقاتل وتريد ثار أبنائها. حبيب، السنين العشائرية لا نعترف بها. محمد الصدر، إذا أنتم أولاد محمد الصدر، محمد الصدر ما يؤمن بالسنين العشائرية. الشرع، الاقتتال، الدم العراقي حرام حرام حرام، سواء من العشائر، من طرف آخر، من التيار، من غير التيار، ماكو. هناك ميليشيات وقحة، نعم هناك ميليشيات وقحة، بس لا يجب أن يكون التيار أيضا وقح. أنا لا زلت أؤمن أن التيار منضبط ومطيع، ولذلك خلال 60 دقيقة إذا لم ينسحب حتى من الاعتصام أمام البرلمان فأنا أبرأ حتى من التيار. مظاهرات سلمية ماشي، لا مو ماشي، حتى مظاهرات سلمية بعد ما ريد. شنو ذنب الناس؟ من بارحة العصر لليوم رعب، مدافع وقاذفات وهوانات، شنو ذنبها؟ قاعدة ببيوتها سالمة آمنة، انت تجي تخلص من الفساد تكتل بالناس؟ لا حبيبي. مقاومة ما قبلت تقام بالشوارع وبين المدن وبين البيوت بعد ثورة؟ بدل عقلك. انسحاب كامل حتى من الاعتصام، وإن لم تطيعوا لنا موقف آخر. إذا ما تخافون على دينكم وعلى عقيدتكم خافوا على وطنكم. شكرا لكم. إذا عندكم سؤال سؤالين أنا جاهز.
لا بالسياسه انا ما اتدخل، وانا قلت انه بارحه اعتزلت، وهذا اعتزال نهائي لانه اعتزال شرعي، مو بعد اعتزال سياسه واجتماعيات وامور اخرى، لا شرعا المرجع قال ماكو تدخل، بعد ماكو تدخل، خلص هاي هي في مال لا في مال لا. مالي شغل بعد، انا مواطن عراقي ومالي دخل باي سياسه ولا اي شيء. هو اكو طرف ثالث؟ مالي دخل رجاء، بالسياسه لا تسالني. اي بعد عن السياسه، انت مو شرقيه مو يعرف. فجر الوضع في العراق، حضرتك تحدثت قبل قليل في المؤتمر عن ما حدث. من الذي يعني اعطى الاوامر لهؤلاء الاشخاص الذين تبرأت اليوم من ميليشيا الوقحه، ميليشيا الوقحه. لو حالين الفصائل من قلت حلوا الفصائل ما كان صار هيك.